طبعا مش بس المنظر بيهمنا، بدنا الصوت والطعمة. وشوفوا قلبها كيف وصوتها، شوفوا قلبها ما شاء الله مليان، والقطر مشبع بقلبها. ولو وصفة العوامة الروعة بدنا كوبين من الطحين مع معلقتين من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 3 معالق من النشا، معلقتين من السميد. السميد مش ضروري وسط أو خشن، ما في مشكلة. رشة من الملح. بدي كوبين من المي. الكوب الأول بحطه كله، الثاني تدريجيا بضلني بحط شوي شوي. هلأ أنا أخذت الكوبين كلهم، بس نحطهم شوي شوي على حسب الطحين، ممكن تستعملوا أقل أو أكتر شوي، طبعا مع التحريك أو خفق المستمر بإيدي لحد ما صار هيدا القوام الناعم. هلأ هون بعد ما انمزجوا مزبوط بغطيهم وبتركهم لحد ما تفور العجينة، يعني تفور تخمر ويتضاعف حجمها. برجع بالسباتولا بشيل كل الهواء من قلبها، ضروري نشيل الهواء من قلبها لحتى ما تطلع عنا العوامة فاضية. طبعا جهزت الزيت وجهزت القطر البارد والتقيل، وهلأ بلشت هون بتشكيل العوامة. بمعلقة بغطها بالزيت، بقيم منها وعلى المقلى مباشرة. أول شي يمكن شوي بنتلبك، بس بعدين بيمشي الحال. مثل ما شايفين أهم شي نحط كاسة زيت على جنبنا نغط فيها المعلقة حتى تصير أسهل طريقة التشكيل معنا. أنا قليتن على مرحلتين. المرحلة الأولى لما بيصيروا بهيدا اللون الذهب الفاتح كتير، بحطهم بالمشبك ليبردوا نهائيا. يعني لما بدنا نرجع نقليهم الوش الثاني لازم يكونوا عنا بالبداية باردين. طبعا بعد ما بردوا على الآخر رجعت حميت النار. النار لازم تكون حامية، بعدين بنزلها على الوسط مع تقليب لحتى يصير عنا لون ذهبي غامق، لون العوامل الأصلي. طبعا بمشبك لازم أنا أقليهم لحتى يفوت الزيت على قلبهم وعلى القطر البارد والتقيل. مثل ما برجع بقلكن قطر بارد وتقيل لحتى نحافظ على قرمشة العوامة. طبعا هون ما شاء الله حتى صوتن أنا وهن بالقطر عم نسمع رنة الصوت للعوامة. وبعدين هون قدمتهم وكانوا فعلا ولا أروع.